ضد الحكومة، نحن مع. نحن لسنا ضد رئيس الوزراء، نحن مع. ولكن هنالك أساسيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. الأساسيات هي قوت الشعب، قوت أولادي وأولاد هؤلاء الناس. قوت أولادنا يجب أن يكون هو رأس أولويات الحكومة في اجتماعاتها. أعطونا قوت أولادنا، نحن سوف نصبر، نحن سوف نصمد، نحن سوف نبقى واقفين في هذا البلد، لن نخرج. مثل ما حكى السيد الرئيس، احنا مش طالعين، مش راح نعيد غلطة 67، مش راح نعيد أي غلطة، ولا راح نزيد عدد إخواننا اللي في المهجر في لبنان وفي سوريا وفي هذا الكلام، لا نزيد عدده. احنا قاعدين في هذه البلد، هذه البلد لما أنا بدي أقعد فيها وهذا الكلام بدي مقومات. أحد هاي المقومات هي الدعم هاي المواد الأساسية. ليه ما يكون يعني إنه غلاء الارتفاع هذا له سبب؟ احنا بلد محتل، والاحتلال هو يعمل فينا كمسرح، نحن مسرح للاحتلال، يعمل فينا ما يشاء. ممكن هذا الغلاء يكون نوع من الاحتلال الجديد. الاحتلال الاقتصادي حاليا هو يعني عولمة كل العالم. الاحتلال الاقتصادي حاليا ليس الاحتلال العسكري. يجب أن نكون كمسؤولين متيقنين، يجب أن تكون الحكومة متيقنة وفطنة لهذا الموضوع. أنا صاحب سيارة وبشتغل على الخط من 20 سنة. تاكسي العمومي هلكت بشتغل على خط بتونيا ب 400 شيكل وسخ كله. بنميل على الكازيه بنحط 220 سولار، بضل منهن 180 شيكل. الشوفير باخذ 60 وبسلم صاحب السياره 120 شيكل. هم لترخيص، هم لتامين، هم لضريبه، هم لاولادنا، هم للجامعات، هم للمدارس. معناته احنا اخر شيء نربي في دجاج في السيارات ابدالنا. والله العظيم احسن لنا. يعني فرقيه السولر اللي خفضها سلام فياض او رئيس الوزراء 6 شيكل بتفرق في السياره. ال6 شيكل بيجيب لنا رغيف سندويش لاي ولد صغير بين 4 سنين في رام الله بالذات. يعني يروح بين 6 سنين على المطعم يقول له اعطيني سندويش فلافل، بقول له 8 شيكل مش 6. يعني سلام فياض بس دعمنا برغيف سندويش خبز، لا اكثر ولا اقل، وهذا لا يكفي شعب او مواطن. الحاجه الثانيه احنا بنطالب تخفيض السولر، تخفيض المواد الاساسيه الغذائيه، مش بس السولر ممكن الناس يسوي لي 50 شيكل في اليوم، بس كيس طحين حقه 200، كروز السكر حقه 60 شيكل من 25 صار ب 60. كيلو البندوره حقه 10 شيكل، كيلو العدس اللي هو ارخص شيء موجود في المواد الاساسيه 11 شيكل حقه، انا مش قادر اشتريه. سمعنا بدهم يبعثوا ناس من وزاره المواصلات على اساس يزيدونا، يعني يزيدوا اجره المواصلات او يزيدونا كرسي. احنا رفضنا. ليش؟ لان اخوي موظف وانا اخوي عامل، وانا برضه بدي اكل. انا مش بس تحل مشكلتي لحالي، يعني تزيدني انا شيكل او تزيدني كرسي، واخوي اللي في الجامعه واختي اللي في الجامعه. صح ولا لا؟ نعم لدعم المحروقات، لا لرفع اجره المواصلات على المواطن. هذا هو الشعار اللي احنا قايمين فيه. بعدين احنا كشوفيريه سيارات عمومي ضد اي تكسير، اي تخريب، اي شيء. يعني احنا خذنا ضرب على خط بتونيا بالوحيد اللي كان ما في عليه اي تسكير. كنا 100 سياره على المفارق نفتح الطرق لاي مواطن يطلع، حتى كانت سياره برايفت تشتغل، ما كنا نمنع المواطن يطلع. واحنا الاضراب هذا مش ضد المواطن، واحنا بنتمنى من المواطنين انه يوقفوا مع الشوفير العمومي، لان بنطالب لمصلحه المواطن جميعا. احنا عمالنا بنرجع سالب 20 ولا 30 لورا يوميا. بعدين يعني انا كشوفير عمومي، انا شوفير منيح بيدخل لي 40 50 شيكل 60 شيكل. طب ما عندي 3 اولاد انا بيطلعوا يوم على البلوع في البيره بدفعوا 60 شيكل. شو جابت يعني؟ شو جابت؟ وباخذ واحد منهم 1500، وواحد باخذ منهم 1200، وواحد باخذ 1800. يعني انا لما بدي اكل اعطيني 100 شيكل انا بكون مستحي منه وهو ابني. يعني حتى هذا اللتر اللي وصل في فلسطين في ظل احتلال اسرائيلي دائم، يعني هو اغلى لتر سولار في الكره الارضيه على شعب محتل. يعني لماذا هذا التجبر؟ يعني لماذا هذا القتل؟ يعني اصبح احنا اجينا نسحب اموال الشعب الفلسطيني مش بالطخ والقتل، يعني عن طريق المحروقات، الدخان والسولر. جميع الشعب يحرق اموال عن طريق الكزيات، يسحبوا هذه الاموال. هذه اكبر جريمه قتل مع سبك الاصرار والترصد ضد شعب محتل فلسطيني. يعني صعب انه واحد يرضى فيه، وصعب انه يطلع الواحد بدون دين، وبرضه بنفس الوقت بده يقدر الواحد يكيف حاله. يعني هاي الثلاثه بتيجوا مع بعض، يعني انه بده يكيف حاله، بده يضطر يستغني عن اشياء كثيره هو بده اياها مقابل انه يطلع بهالشهر بهالراتب. انا رايي انهم يرفعوا هالرواتب ونعيش عيش كريم زي بقيه الدول. وزي ما حكت الاخت كمان احنا محرومين من شمات الهواء، يا دوب بس للاكل، ويعني نحكي بس مسطوره على الكد، وفي ديون كمان،
وخاصة أجار البيوت بدفع $400 بالشهر. هذا كمان يعني بدنا أهم إشي إنه صاحب البيت ما يطالبنا بالأجار آخر الشهر. يعني إحنا بنبدي أكتر إشي أجار البيت، بنبديه على أشياء تانية وبنقنن كتير. يعني اليوم صرفوا نص راتب، الحركة عادية زي أي يوم عادي، لأنه الراتب اللي بنقبض من الموظف نصه بروح لقروض للبنك، ضرائب، لشركة الكهرباء، لشركة المي، يعني كلياته عائد على مادية واحدة. يعني مش راح يشتروا الزلمة قبل ما يفكر بدي اشتري اكل لاولادي ولا شو بدي اتغدى انا ومرتي، بقول في ناس بدها تيجي تطبل على الباب بدها مصاري مني، فعشان هيك بيحسبوها. اما بالنسبة لاسعار البضاعة، في بضاعة متواجدة في الاسواق الفلسطينية ممكن ان نستطيع انه نشتريها، بس في الوقت الحالي ما فيش، لانه هلا موسم نهاية فصل صيف وبنضطر انه نشتري من تجار اسرائيل، وهذه البضاعة بتكون غالية لانه مش موجودة الا عندهم هم لحالهم، وبنضطر احنا نبيعها بالغالي ومفيش بضل اسواق لها. زي ايش مثلا؟ مثلا زي البندوره، زي معظم انواع الفواكه من اسرائيل بتيجي. هلا موسمها هي نازله بكثره بس رخيصه، بس لقدام شوي بتصير غاليه وبتصير صعب انه جميع المستهلكين يستخدموها. شو الاسعار اللي سمعتيها؟ هذا والله يعني ايش البندوره بكيف الكوسه كيف شو البندوره الكيلو ب8، غاليه كثير يعني ومش نافعه، مش زي ما بدك يعني. البطاطا كانت تجينا ب5 صارت ب10. يعني حاجات كثير غالية ما بتناسبش يعني كل فئات المجتمع. القرارات اللي صدرت عن رئاسة مجلس الحكومة يوم أمس ما كانت كافية بالمستوى المطلوب، وما كانتش دقيقة جدا اللي توضح للجمهور الحيثيات اللي صدرت فيها. لو بجوز بدناش نتطرق لكل المسائل اللي فيها، بس ممكن التركيز على مسألة الضريبة، ضريبة القيمة المضافة اللي هي مرتبطة باتفاقية باريس الاقتصادية، هي مسموح جزء من فسحة للحكومة انها تتصرف ب2% او اكثر، اقل او اكثر، لكن هناك ممكن بعض الحلول لازم تطرحها الحكومة تأخذها من الاعتبار، ترفع قيمة ضريبة الدخل وتلغي الضريبة المضافة، وتراقب عملية تسديد الضرائب من قبل المستثمرين والتجار، وتعيد النظر في السياسة الضريبية اللي موجودة لأنها هي بتثقل كاهل المواطنين. لكن إذا بدنا نتطرق لمسائل أخرى اللي هي بخصوص عملية الحراك ضروري أنه يستمر، لأنه هذا دعم حتى لقرارات الحكومة، مش ضد قرارات الحكومة، دعم لمواقف السلطة، دعم للمتطلبات اللي بتطالبها الحكومة من الدول المانحة اللي هي قصرت بقضايا كثيرة تجاه الشعب الفلسطيني، كمان ضغط على الإسرائيليين لأن هم كانوا الأساس في عملية الحالة السيئة المترددة اللي احنا بنعيشها من خلال المقتطعات اللي هي بتحجزها عندها، وقامت بعملية اللي هي ضرب الحالة الاقتصادية السيئة اللي موجودة عندنا هون.